سمير المنضم حديثا من النادي الاهلي نادي سموحه، ونقدر نقول محمد بدا يلاقي نفسه كلاعب. اكيد طبعا، يعني الحمد لله انا حاسس بنفسي. اللعب بيفرق طبعا يا محمد، انت عارف لعيب الكره لازم يلعب ولازم تبقى رجليه في الملعب على طول. فانا حسيت ان انا بقالي فتره في النادي الاهلي ما بلعبش، ومستواي اكيد طبيعي هينزل. جماهير النادي الاهلي اكيد ما كانتش هتشوفني في الصوره اللي هي كانت معتاده عليا من اول ما انا ظهرت مع النادي. يعني اعتقد ان انا الحمد لله السنه دي عملت فتره كويسه مع نادي سموحه، لعبت ماتشات وديه، يعني بدات احط رجلي في الملعب الحمد لله. ان شاء الله يعني مستواي باذن الله الفتره اللي جايه يبقى احسن. انا عندي اصرار وعندي دافع باذن الله ان انا اعمل حاجه كويسه السنه دي، اول حاجه لنادي سموحه وثاني حاجه لنفسي باذن الله، عشان ارجع تاني الصوره الكويسه اللي كانت جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها عارفاها عني. يعني كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحه، اولا على النقطه وبعد كده نتكلم في قصص ثانيه. الله يبارك فيك يا كابتن محمد، انت قبل الماتش كنت معايا وقلت لك كلمه ما اعرفش انت قلت لك انا جاي بقوه الضربه. انا الماتش سجال، الماتش النهارده كان ماتش بالنسبه لي. الشوط الاولاني كنت شبه سيطره، خدت بالك انت. الشوط الثاني النادي المصري استحوذ على حوالي نص ساعه، وبعدين في الاخر ركبنا الماتش. نتكلم عن يعني اقول انك انت كمدير فني بتذاكر لعيبه النادي المصري كويس، بدليل مباراتين ب4 بونت، 3 في الموسم الماضي في ملعبك، ونقطه النهارده مع في ملعب النادي المصري، ملعبك الاساسي. ملعبي الاساسي وبلدي الاساسي، وعشت هنا وهرجع ادفن هنا، خدت بالك. فيبقى مش عيب لما انا بشتغل مع فرقه. لا مش عيب، مش عيب بس ولكن يعني نتكلم بقى بصراحه كده. تعالى بقى كده شويه كده. يؤخذ عليك يا كابتن ميمي في ظل الانفعال ومشكله الكابتن اسامه يوسف المدرب العام، هل كان من الواجب انك انت تهدي المدرب العام، وحضرتك حتى لو تكاتشن لو 10 دقائق مارك بيقول لك بونو؟ تمام، انا ما رضيتش اقوم احتراما للناس. المدرب العام بيتضرب قدامي، مدير النادي بيضربه. يا كابتن محمد ما نتكلم بقى، احنا ديمقراطيه ايه وبتاع ايه؟ احنا في بلد ديمقراطيه، نقعد نقول ديمقراطيه؟ الراجل المدرب العام بيتضرب من مدير عام نادي، انا عارف مدير عام النادي، بقول له عيب عليك، بيشتمني مع احترامي لحضرته. الله اللي هو سابق من الفلول نسى هو ما يعلق الكلام ده، ويجي يكلمني ميري ايه اللي يخليه يسيب المقصوره وينزل؟ ده سؤال. المدرب بيتضرب بتاعي، مش المدرب ده بتاعي وعايش معايا، بيتضرب قدام الناس، انا مالي؟ بقول له عيب بيتنطط علينا؟ هدي ايه؟ ما احنا كلنا واقفين قدامك، واحد اهو مدرب بيتضرب وواحد اهو تاني قدام حضرتك اهو. يعني بعد اذنك ادي المدرب والكلام ده، اعمل ايه للمدرب؟ بعد اذنك. ده رش من الشرطه عشان يفضوا الموضوع. الشرطه رش؟ انا ما اعرفش الشرطه بترش ليه كمان؟ ما راجل لابس ترنج كمان. طب الشرطه جت علينا، احنا عملنا ايه؟ تعرضنا للجمهور؟ ما تعرضناش لحد قدامك يا كابتن محمد، لم اتعرض لاي جمهور. تمام، بس فانا مش عارف ايه. الراجل بينفعل عليك، عاوز يخرج بره الماتش. يعني مدير النادي جاي عاوز باكل عيشه، هو خايف على اكل عيشه ونازل ياجر. لا يخليه بقى ايه؟ ده كان مساعد مدير امن سابق، خدت بالك؟ انا بقول لك سبب المشكله دي كلها اللواء اللي نزل الملعب بس. اتكلمنا بقى عن اللقاء والتعادل مع المصري، ونقطة حصلت عليها من بورسعيد. الحمد لله طبعا، وانا اللي حصلت. انا ما حدش يلومني. انا النقطة دي ريحتك انت شخصيا؟ ابدا والله، انا زعلان. انا زعلان من اللي حصل. انا زعلان من اللي حصل، يعني انا زعلان من اللي حصل يا جماعه. ما ينفعش كده، ما انا بدير الماتش وبدير فرقتي وبدير الكلام ده. لعيبتي بتلعب النهارده خلاص، انا زعلان من اللي حصل. ما ينفعش الكلام ده، يخرجونا بره النطاق. انا لم اتعرض لاي احد، انما اخدت بونت. الله، حقي من حقوقي، حقي من حقوقي اللي بشتغل، حقي. بعد اذنك يعني انا اسف، يعني مؤاخذه، انا في بلدي باجي، الجمهور والله هيقبضني، جمهور محترم هو اللي يصرف على بيتي، فده شغلي، دي مهنه لازم نتقبلها. وبعدين النهارده بيتلومونني ليه؟ بيلومونني ليه؟ انا بتلام ليه دلوقتي؟ لا ككوره ما تتلامش، من حقك انك انت تجتهد، من حقك انك انت تلعب على الفوز حتى. دي حاجه انا بلاعب من اقوى مدربين في مصر، اقوى مدرب في مصر كابتن طلعت يوسف. الضغوط اللي بتتعرضوا ليها كمدربين دورها ايه في اداره مباراه اليوم؟ سواء انت يعني انا عارف انك انت شخصيا بتلعب تحت ضغط، وعارف انك انت بتلعب هقعد ولا همشي ولا اقعد، وديرت المباراه تحت ضغط. ماشي وقاعده بتاع ربنا، بتاع ربنا. ايه المشكله؟ مش في دماغك؟ لا خلاص، ما عادش في دماغي. ما عادش في دماغي. ممكن تقول لهم السلام عليكم النهارده؟ لو هو حد الناس عاوزه تمشيني، انما الراجل متمسك بيه رئيس النادي عاوز يقول سلام عليكم، انا بحترم هذا الراجل لان الراجل وقف جنبي وقفات غير عاديه. بس بتتحارب في سموحه، انت اللي عارف، مش من نادي سموحه. انا مش من اسكندريه. لا بعض الافراد، بس الحمد لله الامور اتلمت، الحمد لله الامور اتلمت.
برضه هنستنى المباراه القادمه يقول لك ميمي قاعد ولا ماشي؟ لا قاعد ولا ماشي خلاص. يعني انا حضرتك المراسل بتاعك قطع الاخبار، قطع المباراه، المراسل قطع الاخبار وقال لك اقاله ميمي عبد الرازق. كان لازم كمان يقول وتم دفن القذافي. الاثنين في خبر واحد. طب قطع التلفزيون، هو شافنا اقل. طب انا موجود النهارده ومش عارف مين جاي. طب ليه يعني امشي ورايا زفه؟ اسال الكابتن مدحت، راجل محترم وعنده المصداقيه. النهارده التلفزيون اتقطع، خبر عاجل، اقاله ميمي عبد الرازق. طب كانوا يدفنوني مع القذافي ويريحوني. ده مش عارفين يدفنوه لغايه النهارده. انا عارف. قلنا النجم اللقاء الاول يعني الحمد لله وكالعاده هو الحارس المستقبل احمد الشناوي. احمد كالعاده بهنيك على مستواك، ويعني قدرنا ان احنا نهنيك انت شخصيا، ولكن هارد لك للنادي المصري بيتعادل التعادل السلبي والثاني على ملعبه، والخساره تزيد من اوجاع جماهير النادي المصري واوجاع الجهاز الفني، واكيد مجلس الاداره وانتم كلاعبين حاسين بيها. طبعا الحمد لله على كل شيء طبعا في الاول يعني، وكان نفسنا ان احنا نكسب بس ما فيش نصيب. يعني اللعيبه ادت اللي عليها الشوط الثاني. الشوط الاولاني ما كناش على قد المستوى، ما كناش كويسين يعني، اللعيبه ما كانتش مركزه، بس حسينا يعني بالخطر فاجتهدنا الشوط الثاني وضيعنا اكتر من 4 اجوان محققين يعني، بس ما فيش نصيب يعني. الحمد لله والكره جت في العارضه، الفاول كانت ممكن تخش بس ما فيش نصيب. فبنقول للناس تصبر علينا وان شاء الله في اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. احمد، مستوى النادي المصري في ايه؟ في حلقه مفقوده مش فاهمينها. لا يعني لسه برضه مش هنقدر نحكم دلوقتي يعني، لسه احنا في رابع اسبوع يعني لسه، والضغط الماتشات ورا بعض وفي ناس بتتغير، مفيش حاجه ثابته. كابتن كل ماتش يغير 2 أو 3 عشان الماتشات ورا بعض. فربنا يكرم بقى في الفتره الجايه ان شاء الله. في التوقف الجاي يبقى في معالجه اخطاء طبعا الكابتن طلعت هيعالجها، وان شاء الله نقدر في اللي جاي بقى يبقى احسن بالنسبه لنا يعني يا رب. بس جماهير النادي المصري هل بتمثل ضغط عليكم كلاعبين؟ لا يا معذوره طبعا يعني، اي جماهير في الدنيا عايزه المكسب، واحنا طبعا اي لعيبه يعني في مصر عايزه اللي هي تكسب وتفرح الجماهير بتاعتها. فبنعتذر لهم طبعا في الاول، وبنتمنى هم يفضلوا معانا كده ويساندونا، وربنا يكرمنا في اللي جاي يقفوا معانا كده ان شاء الله. احمد شناوي، يا ريت لك او اكتر من تصريح مش على لسانك، على لسان نادي الزمالك، ان الكابتن احمد سليمان تحدث معاك وانت يعني الكلام مكتوب في بعض الصحف انك انت اديتهم موافقه مبدئيه، قلت لهم شرط انكم انتوا تسالوا تاخدوا موافقه النادي. حقيقه الكلام ده لان يعني قريته في اكتر من جورنال قومي. لا ما فيش والله حد يعني. كابتن احمد سليمان علاقتي بيه انا يعني بيكلمه وبكلمني على طول، لكن ما فيش كلام اللي انا اروح نادي الزمالك، لان طبعا لسه 4 سنين في النادي بتاعي. انت بتنفي الكلام اللي مكتوب في الجرايد؟ لا ما فيش خالص كلام من ده حصل. وانا يعني النادي المصري هو اللي عمل احمد الشناوي بعد توفيق ربنا طبعا، وانا يعني ما اقدرش استغنى. هو لو هم عايزين يسيبوني امشي ليه يا احمد الشناوي اصبح ماده في كل الجرايد النهارده يقول لك تصريحات تنسب لاحمد الشناوي، واكيد الكلام ده كله عار من الصحه، لان انا اعرف شخصيا طموحات احمد الشناوي. لا ده توفيق من عند ربنا يعني. لا طموحاتك الخارجيه من عند ربنا، انك ربنا يكرم يعني. انا زي ما قلت اللي انا لو ان شاء الله في حاجه جت بره ومستر كامل وافق عليها وحاجه كويسه ربنا يكرمني وهروح، لكن ما فيش يبقى انا قاعد في النادي المصري بيتي. لا نيه على لسان احمد الشناوي ان يلعب لاي نادي في مصر غير النادي المصري. اخد الكلام ده على لسانك وانت ماسك المايك كده وتقول لي الكلام ده عشان ننفيه نهائيا، عشان ما نسالوش تاني في كل مباراه. لا النادي المصري بيتي النادي المصري بيتي ومش هسيبه غير على بره وبس، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ولا نيه لاي نادي داخل مصر. كلام نهائي، جواب نهائي. شكرا يا شناوي. حاجه ثانيه يا جماعه بالراحه، اقسم بالله هنفرح هناخد مركز متقدم والله العظيم. والله هناخد. ما تهيجوش الدنيا عشان ده احنا عيالكم، اللعيبه دي ولاد الجمهور. طبعا احنا بنحبكم، احنا بنموت في حاجه اسمها مصري، احنا بنعبد حاجه. انا اللي بقول لك اصبروا والله العظيم، والله العظيم هناخد مركز متقدم، انا بحلف لك بالله. يا رب المفروض تاخدوا بطوله، المفروض والله العظيم تاخدوا بطوله. انتم فريق، انا لو مدير فني منتخب العبكم بيكم منتخب مصر. طب انا هقول لك على حاجه لو سمحت. لا عايز نسمع الحاجه اللي انت هتقولها. بص والله العظيم انا عيب قوي ان انا اقول كلمه زي دي. اللعيبه كلها عايزه تفرح كل عيل صغير في المدرجات. اسمعني بس انا نفسي لما افرح انا بستفاد حاجات كتير، اسم، شهره، غير. بص اسمعني بس، فرح الجمهور انا ببقى فرحان والناس بتقول هايل وكويس والكلام ده، بس انا بقول لكم على حاجه واحده بس، اقفوا جنب الفرقه في وقت الهزيمه، وقت الخرا، اقفوا جنب الفرقه. معلش سوري في اللفظ، اسمعني بس، انا بس بتحمس شويه للكلام دوت. انا اشيلكوا على دماغي ده. اسمع اللي بقول لك عليه. عارف في المكسب، عارف لما نكسب يشتمونا،
لما نخسر وقفوا جنبنا. انا اللي بقول لكم الكلمه دي وخدوها مني انا بقى بس. لا عارف يلا. لما تكسبها انت غيرت القاعده. انت ايمن انت ما شفتش حاجه. قول يا رب، انا عارف. قول يا رب. ما شفت حاجه من جمهور بورسعيد من اللي بيحصل منك. قول يا رب. بس انت واحنا معاكم. احنا بنحبكم. ايمن، انا عايز اسالك سؤال كده واحنا بندردش كده مع بعض بعد مناقشتك الجميله مع جماهير النادي المصري، واكيد انتوا كلاعبين في الضغط، في لعيبه ما تستحملش الضغط، اكيد. وده اللي مأثر على النادي المصري. طبيعه اللعيبه كلها، في لعيب يستحمل ضغط وفي لعيب ما يستحملش، وفي لعيب يستحمل شتيمه مدرب وفي لعيب ما يستحملش، وفي لعيب يستحمل ضغط حكم وفي لعيب ما يستحمل كل حاجه. ده لازم يا جماعه، لازم. انا بقول دلوقتي والله العظيم كل لعيب من اللعيبه في كل اجتماع يا جماعه عايزين نفرح الجمهور، يا جماعه انا من نفسي قلت لهم يا جماعه ركزوا في الكوره اكتر، ما تركزوا في الجمهور اكتر. انتوا ليه شايلين هم الجمهور؟ الجمهور لما يلاقي مكسب الجمهور لوحده هيبقى كويس. احنا خايفين من الجمهور ليه؟ احنا خايفين من الجمهور ليه؟ احنا ما نخافش من الجمهور، الجمهور ده بتاعنا. الكلام ده كله انا مستعجلين المكسب، احنا يا كابتن مستعجلين المكسب ليه؟ عايزين نفرح الجمهور بسرعه، وده غلط مش كويس. انا دلوقتي انا نفسي بنزل متكهرب، لعيبه ثانيه بتنزل متكهربه عشان ايه؟ انا لازم اجيب الكره دي جون عشان الجمهور يهلل يهيص ويفرح وبتاع، والتاني عايز يجيب جون من عند الكورنر. انا شفت لك لقطه يعني بتدل ان كنتم يعني اولا عايزين تعملوا اي حاجه النادي المصري، لقطه كانت بينك وبين محمود عبد الحكيم في فاول، انت عايز تشوط وبتاع ورحت سايب الكوره ورحت راجع. عايز اشوط، لا انا عايز التركيز، انا زهقت يعني. احنا كله عايز يلعب الفاول، وده انا الكابتن محدد ناس معينه يلعبوا الفاول من اماكن معينه. انا بقول لهم يا جماعه نهدى، اللي عايز يلعب يهدى ياخد نفسه عشان يقدر ينفذ الفاول كويس، زي بتاعت الشوط الثاني اللي محمود جابها في العارضه ديت. انا كنت رايح العبها، قال لي والله ان شاء الله ادعي لي، قلت له يا رب تجيبها، انا عايزك تجيبها بالشراب. جابها في العرض. عايزين نهدى احنا. ما كانش جامده شويه عشان كده؟ لا انا بقول يا رب يا رب. لا يا ده كويس الحمد لله طبعا، ما فيش احسن من ربنا، هو في اضعف من ربنا اقوى حاجه طبعا. وانا بتمنى اي حد لو واحد من جماهير بورسعيد عمل الكره في الجون وهتكسبنا يا ريت، مفيش مشكله. انا بتكلم ان احنا مستعجلين. انا عايز اسالك ايمن، في ايه بقى؟ مفيش اي حاجه يعني في ضغط، في ضغط مأثر عليكم، في ضغط مأثر على كل الناس والله العظيم بكلمك بجد. انا بتكلم، انا على فكره لا بتاع جمهور ولا بدفع ولا هدفع ولا عمري هضيع شقه عيالي ولا شقه عمري ولا دم اللي بيسيل ده عشان اديه واحد من الجمهور عشان يهتفل. انا بقولها بقى على صوتي ودايما متعود على كده، اقسم بالله العظيم والله العظيم. كمان مره احنا مضغوطين ضغطه من الجمهور ومن الكابتن نفسه شادد، طبيعته شديد. والجمهور عايزين نستعجل، الجمهور الناس كلها طالعه متضايقه، كل الناس طالعه متضايقه والله العظيم. احنا حتى في المكسب بنجيب الجون بنبقى خايف يعني، عارف ما بنفرحش الفرحه اللي هي مش تبقى عارف يعني، مش مكتمله مستنيين. عايزين ناكد عشان احنا خايفين الناس دي كرة بتيجي زي دي جون. اقول لك ان مصر محتاج فوز والدنيا هم فوز اول مكسب يا بره يا جوه ملعبنا، واتفرج على النادي المصري. انا بقول اقسم بعز الجلال اللي احنا في الشرطه خسرنا 5 ماتشات، اول 5 مرات ومع الكابتن طلعت يوسف ومع الكابتن طلعت، وعلى شيء يعني ذلك نهايته المركز الثاني. مع احترامي لعيبه الشرطه يعني انا عايز اقول لك كلهم نجوم والله العظيم، بس هنا في ناس كل واحد من الفرقه في النادي المصري كان نجم في فرقته، وفرقه الشرطه لحد دلوقتي نجوم عشان تبقى عارف، فرقه صعبه جدا، فرقه بدانا في التقيل. وده ان شاء الله باذن الله تركيزنا الفتره اللي جايه الجمهور تقف بس ايد واحده يقفوا. انا عايز الجمهور يشتمنا اخر 5 ماتشات، اخر 5 ماتشات في الدوري بالسيوف وينزلوا لنا. اسمعوا بس انا بقول لكم اخر 5 ماتشات علشان خاطر اسمعني انا مش بكلمك. اخر 5 ماتشات في الدوري يعني معناها ان انتوا تشجعونا لحد اخر 5 معنى كلامي تشجعونا لحد اخر الدوري.